حتى بهذا المفهوم سيد صافي ربما يقول لك البعض أنه أهم المشاريع الفرنسية ذهبت إلى الجارة الغربية إلى المغرب. نحن اليوم يتحدث لنا عن مصنع للمايونيز بهذا العلاقة الندية. يعني لو كان ترجع لدفتر الشروط، وخاصة مثلا في اتفاقية رونو أو الاتفاقية اللي احنا مقبلين عليها، وخاصة لفالس طلب منه مراجعة دفتر الشروط بالنسبة للسيد بيجو. لو كان تدرس الشروط، الفائدة اللي تجنيها الجزائر أكثر، وخاصة في قضية المنتوجات وفي قضية أجزاء المواد هذه اللي تنتج. نعم. في الجزائر أولا نأهل اليد العاملة، ثانيا قد نستفاد من التكنولوجيا العلمية هنا في الجزائر، ثالثا قد نربحوا قضية العملة الصعبة. نعم. نفس الأخطاء رانا نكرروا في نفس الأخطاء. أعطيك مثال سيدي بسيط جدا جدا، تكلمنا على رونو. يا سيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. رونو هذه الاتفاقية هذه جات باللوطو دانتيغراسيون 41%، بدا قلع ب 7% ودروك مانيش عارف شحال. في نفس الوقت هذا رونو عطينا له اتفاق تفضيلي ما يشغلناش يعني اكثر من 400 واحد، الو 4000 في المغرب نفس المصنع. ثم بعد ذلك نتكلموا على الاتفاقيه. لكن يقول لك انه التجربه الجزائريه مقارنه بالتجربه المغربيه هي فتيه. لا ماشي قضيه فتيه، الجزائر قويه، اسمح لي. الجزائر ليست فتيه، اسمح لي. الجزائر الان عندها من 62 الان الى 2016 شحال كاين من سنه، وشحال مرها من نظام سياسي، وشحال عندها من فرصه. تجربه الشراكه من مثل نعطيك انا دارس وباحث في تنميه الدول، شحال بقات باش تقدر دير تنميه قويه جدا. لكن كاين تكسار، لكن كاين تبعيه، لكن كاين كما قال بالضبط واش قال. انا معاه سعيدان عندما قال انا ما نجاوبش على فارس، جاوبوا عليه العملاء. قال هكا ولا ما قالش هكا؟ المشكل انه من بين خليني نقول لك معناه هو يحب يقول باللي يا ودي كاين بارتي غير معتمد في الجزائر، حزب غير معتمد في الجزائر يسير العلاقات الجزائريه الفرنسيه ويعتمد في ذلك على للاسف شديد المؤسسات. خليني نكمل نرجع لك باش نهضر لك على رونو بوجو. هذه المشاريع فار كبار في المغرب. علاه نجيبوا على اصلا هذا علاش نجيبوا مستثمرين للجزائر من برا؟ علاه نجيبوهم كما قال باش ندو تكنولوجيا ونعلموا اولادنا، وفي نفس الوقت عمله صعبه. دير في مخك باللي كل سياره تاع سامبول في الجزائر ما تخرجش، ليست للتصدير، موجوده في دفتر الشروط. واذا كان فلست هذه الشركه، اذا كان كسدت هذه السلعه، وين تروح للمؤسسه العموميه الاخر. هذا يعني تخيل انت يا شركات رونو هاي نقابلوها ماناش بعاد، راهي هنا في المغرب برك. شوف شحال دير تصدير وتجيب عمله صعبه. احنا ما كاش في الاخر ما نصدروش، نصنعوا لكم وحده خاصه بكم انتم الجزائريين، ماشي كما اللي يصنعها هو عنده في فرنسا. هذا دفتر الشروط. ما نهضرلكش على اللوطون دانتيغراسيون لانه اصلا ما عندناش حنا شكون اللي يدخل في هذا الشيء. هذه وحده. احنا نجيبوا الناس، نجيبوا المؤسسه، نعم مع الاستثمار الاجنبي في الجزائر، ولكن من اجل عمله صعبه، من اجل اننا نديروا تكنولوجيا كما داروا كاع الدول. الان بيجو قاعده الان تتفاوض مع الجزائر بواحد الاريحيه كبيره. لا، لانه عنده منافس وحده لهنا، عنده قال هو لا تعطي له هكذا ما تعطينيش، راهو رايح، راهو لاباس. علاه؟ لانه حنا نديروا قرار. حتى الاتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي اللي احنا نطالب بمراجعته لانه يفتح السوق الجزائري بدون. نعم. سي صافي مقارنات بسيطه بين المشاريع الفرنسيه هنا في الجزائر والاخرى في المغرب، نجد اننا ما راناش رابحين. يعني حتى بهذا التفضيل وبهذا الدلال وبهذه المعامله الخاصه تتلقاها فرنسا هنا في الجزائر، وزيد يروح لفرنسا ويدير لنا صور مسيئه ويدير لنا حملات عبر الصحف، وحتى ان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصرح من المغرب، يقول لك ان الجزائر تشكل تهديدا على دول الاتحاد الاوروبي، واللي نضرك حنا هما افغانستان تاع المنطقه حسب ساركوزي اللي كانوا يستقبلوها هنا. هذا دليل على صحه مسار الجزائر. تصريحات فالس، تصريحات ساركوزي هي في حد ذاتها دليل اننا الجزائر رايحه صوب الاهداف اللي سطرتها. اولا، يا هل ترى القاعده 51 49 موجوده في المغرب؟ ويا هل ترى نفس المعامله اللي عاملها الفرنسي للمغرب هي نفس المعامله للجزائري بكل سياده؟ هل هامش حريه القرار السياسي لدى الجزائري نفسها لدى المغربي؟ هذه كلها اسئله، وبالتالي انا يجرني انني نرد الاخ. الشيء اللي يتكلم فيه لازم يرجع لدفتر الشروط، سواء بالنسبه لاتفاقيه رونو او بيجو.
أن الجزائر تنطلق من قاعدة سيادية، ما تنطلقش من فراغ، وهذا ما أقلق الفرنسي وأزعجه. وهذه القاعدة اسمح لي، القاعدة منطلقة موجودة ومعتمدة في الكثير